بالنسبه للكول كيجي على هذا الشكل، تيجي مفيني ما شاء الله. البنده هذه ديال الكمام كتجي حتى هي مفينيه، شفتوا من الداخل كتجي مفينيه وحتى من على برا. غيتحل ما حتى حاجه، هنا مثبت هنا مثبت حتى هنايا مثبت، قلبتيه ما كيبانش كاع السرجي نهائيا. تلقاو هذا الشيء مفيني وتقولوا كيفاش هذا الوجه، هذا الظهر مفيني، الظهر مفيني يا البنات. دابا خدمه مقلوبه غادي نخدم معكم باش كلشي غادي يجي فيني ما شاء الله. كلوش هي واسعه وفيها فتيحه في الامام وقطعه في الخلف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي قناه بلانكو شيك اثنان. اولا كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في اخر فيديو حطيته لكم ديال التحدي، وكذلك ديال فيديو قصير ديال التحدي، وكذلك الفيديو اللي حطيت لكم البارح ديال الطريقه ديال الفصله ديال هذا الموديل هذا الشوميز. ما شاء الله عليكم الاغلبيه ديالكم لقيتهم مجدات وعنيدات ومميزات كذلك، حيت باغيين يطبقوا هذا الموديل هذا، سواء هذا الموديل يعني في هذا الثوب او في شي ثوب اخر. المهم موديل زوين ويصلح للمحجبات كذلك غير المحجبات. يعني ممكن انك تلبسيه. واحد الاخت كانت سولاتني قالت لي واش ممكن اننا نفصلوا سروال. ممكن انك تفصلي له سروال، الطول كيبقى حسب الاختيار ديالك. بغيتيها طويله غادي تفصلي لها سروال وغادي تحلي الفتحه، يعني كتجي شويه طالعه حتى للجهه ديال الركبه وكتخليها مفتوحه، ديك الساعه كيبان لك السروال من التحت. بغيتيها تكون مسدوده كامله، يعني غتلبسي سروال ديالك عادي غادي تسديها، يعني غادي تخلي فقط 25 سنتيم اللي كتكون ديال الفتحه ديال الامام فقط. بغيتي الشكل ديال الجناب ما بغيتيهمش يجيو نيشان، بغيتي يجي داك الشكل ديال الاس، لك كامل الحريه انك تفصليها كيف ما بغيتي. الطريقه ديالها سهله وبسيطه. بالنسبه للاس الا بغيتوا تعرفوا كيفاش الطريقه خصوصا المبتدئات، كنصحكم انكم ترجعوا لهذا الدرس هذا اللي سبق لي وبارطاجيت معكم ديال هذا الشوميز. زوينه وعمليه وسهله حتى هي نفس الوقت. فقط الجناب كما تنقولوا الجوانب فيها الاس، وهذه غادي تكون عاديه، غتكون عبايه طويله عاديه كما تنقولوا بالعقاد. شتي بالصدايف دابا مره البلدي مره العصري، بالصدايف حتى لتحت. كذلك واحد المفاجاه ديال الديكور ديالكم، غادي نوريكم واحد الباندا خدموها وغتجيكم متقونه 100%، ما غتبين لكم لا ديفو هنايا لا حتى حاجه. يعني واخا تقلبوا ما غاديش يبان لكم الديفو، يعني غادي يبقى لكم نقي 100%. غير تبعوا معايا المراحل ديال الطريقه ديال الخياطه. شوفوا شنو عندنا هنا. هذه القطعه الخلفيه غادي نسبقوها هي الاولى، ها هي القطعه الخلفيه. هذا لكم قطعه الامام. شوفوا هنا من القطعه الخلفيه، ها هي وحده. ما يخلعوكمش هاد القطع، ما يخلعوكمش نهائيا. غنساو عليا هاد الشيء، نساو عليه، ركزوا لي في هادو. ولا لا نساو عليا بلاتي. هذا خليو هذا. دابا غادي نخدموا 3 ديال القطع. ناخذ القطعه الخلفيه هي هذه، كنطويها على 2، ها هي طويتها على 2. نحدد المنتصف، حددنا المنتصف. ياك راني ديري طباشير اللي كان. المهم حددي المنتصف. الجهه الخلفيه ها هي الجهه الخلفيه. هانتوما البنات ما غندير معكم لا قياس لا حتى حاجه، غادي نجي لهاد البلاصه كرانه خفيفه اولا نحددها حتى هي طباشير وغادي نخيطها. هي من بعد ما خيطتها غادي نثنيها باش كل جهه شد ليا المنتصف. ها هي بهذه الطريقه. شدي ليا جناب الفنيتات اولا دوزي الخياطه، حنا غندوزو الخياطه.
ها هي ركزوا معايا البنات، ها هي البليه اللي كتكون في الظهر هي هذه. غادي نهز هاد الربوعه هذه اولا القطع ديال الظهر، غادي نحط هاد الجهه المنتصف، غادي نجيبو على هاد الخياطه هذه اللي عندي ديال هاد البليه، وغادي نقلب الظهر حتى هو. غادي نهز الطبقه الثانيه اللي قلت لكم فصلوا منهم جوج، وغادي نحطها في الظهر، يعني وحده غتجيني في الظهر وحده غتجيني في الوجه. ها هي القطعه اللي كتكون فيها البليه كتجي ما بيناتهم، ها هي الطبقه هذه وها هي الطبقه هذه، وغادي نجمع كلشي بالخياطه. كتجيني الخياطه مفينيه من الظهر، هذا هو الظهر اولا الامام، هذا الامام وهذا الظهر. غادي نعاود الخياطه الثانيه باش نثبت مزيان. هاد الجوانب غادي نجمعهم فوق السرجي، والجهه الثانيه حتى هي غادي نجمعها. هنايا جمعت القطعتين بجوج ولاو عندي قطعه واحده. الخدمه كتجي مفينيه من الامام وحتى من الخلف، كتجي حتى هي مفينيه. هاد الثوب كما قلت لكم واخا كيتصلح كيتكمش، داكشي علاش فصلتو عليه هو على التكماش ديالو، باش حتى الا جاب الله السيده لبساتو يعني ما تيجيهاش مزير. ما يمكنش انا غادي نفصل هو مجبد اصلا، فاش كنصلحو كيتجبد، غير كنهز الثوب كيرجع عاوتاني كيتكمش، فخليته يعني هذا راه مكرش. هي القطعه ديال الخلف تهنينا منها. جيوني دابا هو لكم البنات. بالنسبه لكم شنو غادي نديروا؟ فاش كنت فصلت معكم القطعتين اللي غادي نزينوا بهم الديكور ديالكم، كنت فصلت في الفيديو فصلت جوج، ولكن كتبت لكم قلت لكم خصكم تفصلوا 4، يعني كل جوج كيخدموا ليا يد وحده، يعني كل جوج كيعطيوني باندا وحده، كل جوج كيخدموا لي ديكور واحد. غادي ناخذ قطعه الطول ديالكم، راه درت الطول كامل، طول كامل يعني ماشي واش حسبت الطول ديال اليد وعاد فصلت درت العبار ديال الباندا. هاد الباندا فقط الديكور اللي تزين، يعني العبار ديالكم ديالك العادي غتاخديه كامل، ما تحسبيش الباندا فقط اللي تزين. بغيتي ديري باندا بوحدها، يعني ديري داك الموديل اللي فيه الباندا هذا عاوتاني، هذا كتنقصي منه فقط نص العبار اللي عندك د الباندا. مثلا عندك 6 في الباندا، هنا غتنقصي فيه فقط 3، غتخلي ديك 3 باش يلاه كتجيك ديك الكشكشه اللي كتجي على اليد، ما يجيش مثلا الكم حدو قدو كتهزي يدك وشي كيبان. يعني دائما خص الكم يجي شويه طويل على حسب الباندا واخا تكون فيه، باش حتى الا جاب الله هزيتي يدك يعني راه تتبقى ديك الكشكشه اللي كتكون على الباندا يعني كتجيك هي هذيك. هنا غادي نحدد المنتصف، هذا هو المنتصف. غادي تكون عندكم جهه طويله على جهه، هاد الجهه القصيره خليوها، غادي نمشيو لهاد الجهه هذه الطويله. من هنايا غادي نعبر 3 سنتيم في هاد الجهه و3 سنتيم في الجهه الثانيه.
ها هي. وهنايا غادي نعبر 7 سنتيم، ها هي 7 سنتيم. غادي نسطر الجهه الثانيه حتى هي. صافي وغادي نخيط من هنا هاد البلاصه ونعاود نخيط. وقبل غادي نثبت هنا في المنتصف باش ما يهربوش هاد الجناب، خصوصا ان الثوب فاش كنجبدو كيولي مسرح، ملي كنطلقو كيولي كيتكمش. هنا فقط غير غنثبتو بالنسبه لهاد البنده ركزوا شويه، يعني راه غادي ندير لكم فاش يكون الوجه ديالكم غادي نكتب لكم الوجه، يعني دائما الوجه هو اللي غيجي جهتكم. نقول لكم الظهر، راه الظهر عاوتاني اللي غادي تقلبوا بجهته. المهم ركزوا مع الفيديو، نحط لكم الوجه، عرفوا الوجه ديال الثوب هو اللي غادي يكون جهتكم ديالكم. غادي نخيط جهه سنتيم، ممكن هاد ثلاثه ديروا فقط غير جوج، كيبقى حسب الاختيار. غادي ندير كرانه ونحيد هاد القنيتات، وغادي نقلب. غادي نعاود خياطه ثانيه باش نثبت مزيان. صافي هنا من بعد ما خيطتها كما قلت لكم ممكن ديروا 3 سنتيم، كما ممكن ديروا 2 سنتيم، كيبقى حسب الاختيار ديالكم. صافي في هذه المرحله هذه غادي نهز لكم البنده من التحت، والوجه هو اللي تيجي الفوق. ها الوجه ديال الثوب جهتي، وغادي نخيط. هنا شطت البنده معليش، من بعد راه غادي نقادها حيت كان مطوي على 4. غادي نخيط هاد الزوائد كاملين نثبتهم. يعني الوجه هو اللي تيكونوا فيه هاد الزوائد، هذا الظهر تيجي مفيني، الوجه تيكونوا فيه هاد الزوائد. غير ركزوا معايا البنات. صافي من بعد ما وصلنا لهاد المرحله هذه غادي نطويو كم على 2. هاد الزوائد غادي نحذفوهم. الا لاحظتوا ان الكم ما جايش مسطر، يعني جاي مايل، حيت هذا مازال غادي يتطوى باش يجيني على الطول ديال هاد الميلان هذا، حيت هذا غادي وكيوسع، يعني حتى هاد البنده حتى هي غادا وكتوسع، ماشي غادا وكتنقص. الا غادا وكتنقص فاش غادي نقلبها هنا غادي يجيني مكمش. داكشي علاش فاش كنت كنفصل حطيت لكم وحطيت تحت منه البنده وفصلتها حتى هي مايله. ها نتوما شفتوا فاش غادي نقلب كتجيني مع الميلان ديالكم. دابا هاد الزوائد غادي نحيدهم. ندوز خياطه غير باش نثبتهم فقط.
والجهه الثانيه. قلنا هذا هو الوجه، هذا هو الوجه ديال الثوب، هو اللي تتكون فيه هاد الخدمه هذه اللي ما كتجيش مفينيه، هذه اللي ما كتفيناش هي اللي كتكون في الوجه، والظهر هو اللي كيتفينا، الظهر كنفينيوه. دابا غادي ندوبل الكم على 2 هكا. هذا هو اللي تيبغي فقط شويه ديال التركيز. نعبر شحال عندي في الباندا، عندي 9، غادي نطلع 8 سنتيم، وغادي نطراسي 8 سنتيم. غادي ندير كرانه 8 سنتيم، غادي ندير كرانه، غادي نخيط. راه الوجه هذا البنات، الوجه غادي نخيط من الكرانه الباندا هذه، غادي نخليها، راني كنخدم في الوجه. صافي هنايا من بعد ما كملت هاد الخياطه هذه، ممكن هنا ديروا 7 كما ممكن ديروا 8، المهم هذه كتكون ناقصه على هاد الجهه هذه ديال الباندا. الباندا هي اللي خصها ديما تجي غالبه على هاد السورجي هذا اللي غادي يبان ليا من هنا. الباندا فاش غادي نضوبلها اولا غادي نقلبها خصها تغطي ليا هاد السورجي. دابا هاد السورجي اللي بقى لي من هنايا فاش كرانيت غادي نقلب لكم هذا الوجه ديالو. دابا نتوما غتلقاو هاد الشيء مفيني وتقولوا كيفاش هذا الوجه، هذا الظهر مفيني، الظهر مفيني يا البنات. دابا خدمه مقلوبه غادي نخدم معكم باش كلشي غادي يجي فين. هذا الظهر ديال الثوب ولا ديالكم، غادي نخيط حد الكرانه، غادي نخلي فين غادي نلصق مازال لكم. غادي نقلب لكم عاوتاني، قلت لكم غادي نبدا نقلب ونقلب نقلب ونقلب، غادي تدوخوا، ولكن غادي نبدا نخلي لكم دائما هنا الوجه ديال الثوب والظهر ديال الثوب. هذا هو الوجه ديال الثوب ولا ديالكم، هذا هو الوجه ديالكم تيجي حالته، الوجه ديالكم كيجي حالته. غادي نقاد هاد الخياطه هذه، كنحلها كندوبل خياطه على خياطه بهذه الطريقه هذه. وغادي نخيط، هانتوما غادي نخيط من هنا وسط الخياطه. صافي انا كنخيط على الخياطه. مازال عندي الابره في هاد البلاصه، غادي نمشي جهه 2 سنتيم، غادي نثبت هاد الجوانب. نمشي الجهه الثانيه هنا جهه 2 سنتيم، فقط كنثبت الخدمه. ومن الاحسن انكم تخدموا في اللون ديال الثوب باش ما يبانش. ها حنايا البنات غادي نعاود دابا خياطه ثانيه على الدوره ديال هاد الكم هذا.
لكم الوجه ديالو جاي مفيني، الباندا مفينيه، الظهر مفيني، كلشي مفيني. غادي نجي لهاد البلاصه هادي، غادي نثبتها يا تبتيها بخياطه يا حتى فيها صدفه اولا شي ديكور، لكن واسع النظر. كملنا البنات؟ مازال ما كملناش. غادي ندوبل لكم على 2. غادي نحدد فين عندي هاد القنيات. عندي هنا غادي يثبت، والجهه الثانيه غادي يثبت. هنا ناخذ خيط، نفس الخيط في اللون ديال الثوب، غادي ناخذ صديفات باش تجيني الخدمه مفينيه. غادي نبدا الخيط ندخلو من هاد الباندا هادي، ما غاديش ندخلو من هنا باش دائما هذا يبقى ليا مفين اولا نقي. بالنسبه للمصريات كيسميوه التشطيب، يعني انهم كيفيني والخدمه. وفاش كنقول لكم جوج، خلاص المغربيين راهم عارفين. واحد الاخت سولاتني قالت لي شنو هي جوج؟ جوج هي 2، يعني حنا كنقولوا جوج. صافي انا كنثبت مزيان. بالنسبه للتساؤلات ديالكم البنات راه كناخذها بعين الاعتبار، فقط مساله وقت. راه كلشي دايره في بالي. ان شاء الله غادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم كاملين، وحتى على الطريقه ديال اخذ القياسات سبق لي بارطاجيتها معكم. ومع ذلك بغاو البنات مازال يزيدوا يعرفوا الطريقه، مرحبا، راه غادي نعاودها معكم. انا بالنسبه للقياس ديال الصدر والكتاف، الكتاف خلاص راه كناخذ قياس كامل من العظم للعظم. بالنسبه للقياس ديال الصدر انا كنخدم بالربع ديال الصدر، ما كناخذش دوره كامله، انما كنعبر الربع فقط. والحزام دوره كامله، الاوراق دوره كامله، الكم طول ديالكم حسب الرغبه، والدوره ديال المعصم دوره كامله. كما قلت لكم مازال غادي نعاود معكم ان شاء الله فيديو. شوفوا لي دابا هاد الكم البنات، هذا هو الكم. متى حاجه هنا مثبت، هنا مثبت، حتى هنايا مثبت، قلبتيه ما كيبانش كاع السرجي نهائيا. هانتوما شفتوا ما كيبانش السرجي، حيت السرجي هي السرجي العادي ديالنا ديال الخياطه اللي خليت لكم من هنا. يعني حتى الا كتكوني مثلا هانتيا مثلا لابساها كيجي الشكل ديالها هكا، قلبتيها جاب الله مثلا قلبتيها ما كتبانش الخياطه نهائيا. هي حتى تصلح. دابا بقى ليا الجميع ديال هاد القطع هادو. غادي ناخذ هاد القطعه هادي اللي فيها زياده ديال 6 سنتيم ديال الصدايف، غادي نطوي جهه السرجي في البدايه
دابا الجهه الخلفيه نحطوا الجهتين بجوج، والجهه الثانيه نجمع الكتاف المنتصف ديال العنق، نكراني اولا حددي براساج اولا الفنيته اللي كان هنا. كما قلت لكم غادي نوفي هاد الباندا هذه بسنتيم، كذلك هاد الجهه حتى هي غادي نوفيها بسنتيم. غادي ناخذ الكول هو هذا، واحد الجهه درت فيها هاد الفيزلين هذا، وجهه ثانيه خليتها عاديه، راه نفس القياس. هذا خصو غير يتجبد شويه. غادي نطوي جهه سنتيم، هذا اللي فيه الفيزلين غادي نطويه جهه سنتيم. هي ها هي البنات. غادي ناخذ الجهه الثانيه، وغادي ندور بالخياطه كنخلي هاد السنتيم هذا اللي طويت في هاد الجهه هذه كنخليها هنايا معزوله. حتى هما تقطعوا هنايا. غادي نكراني هاد الطواله كامله، غادي نكرانيها باش تجيني القلبه سهله. غادي نقلبوا الكول والجهه الثانيه حتى هي. هنا كنقص هنايا الثوب باش ملي غادي نجي نقلب ما يجينيش هذاك القنت مخبز. هكا بهذه الطريقه. غادي ندوز الخياطه. ملي بغيتو دوزو الخياطه من دابا، بغيتو حتى تلصقوا عاد ديك الساعه دوزو الخياطه بحال بحال. حيت هنا فقط راه مازال ما غاديش ندوز لهاد البلاصه حتى غادي نلصق كلشي. هذا هو الكول، كنضبلو على 2 اولا كنتنيه على 2.
يعني بزاف ديال المتابعات ماشي مغربيات ما كيفهموش بزاف اللهجه اولا الدارجه. هنا كنحدد المنتصف. كنت كنصور دخلت لعندي واحد السيده، درت بوز الفيديو حبستو، باش جيت نكمل نسيت ما خدمتش الفيديو وبقيت خدامه وكنشرح على نيتي حتى ساليت وانا لقيت داكشي كامل ما مصورش. شنو زعما غادي نخليكم هكا ونقول لكم صافي سيروا حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله وغادي نعاود معكم. هذا الموديل هذا لا كنجمع هادو، ها العقاب ها العقوبه. شتو البنات راه كنعاقب انا راسي براسي. شوفوا لي مزيان هادو، اذا هادو فاش لقيت راسي ما مصوراش فصلت منهم جوج، راه كلها معروضه فيها خير. ها انتم ها هو الكول، ها الجهه الخلفيه، الجهه ديال الامام، ها هي الجهه ديال الامام، ها هي الكرانه، ها هي راه نفس النموذج دابا اللي وريتكم الكبير نفسه فقط في التصغير باش تعرفوا الطريقه كيفاش انني ركبت هذا الكول. ها الجهه الثانيه، ركزوا معايا البنات، ها هي الجهه الاولى والجهه الثانيه، ها الكول صافي. هذا غادي نخدموا بهذه الطريقه هذه اللي خدمت بها الشوميز. وهذا حتى هو عندي جهه خلفيه، ها هي الخلف، القطعتين ديال الامام، هي القطعتين ديال الامام، البلاصه ديال الصديف هي القطعه الثانيه، والبلاصه ديال الصديف والكول. وهذا غادي يتخدم بالطريقه اللي سبق لي وبارطاجيت معكم ديال السينتا. هذا غادي يتركب بالسينتا وهذا غادي يتركب بنفس الطريقه باش خدمت هذا الكول اللي عندي في الشوميز. يعني هنا غادي نديرو واحد استراحه، وغادي يكون هذا تتمه ديال الدرس ديال الشوميز. انما غادي نعوض لكم الفيديو اللي ما مصورش ديال الكول الكبير، راه نفسه غادي نديروه هنايا في التصغير، نفس المراحل طبقوهم غادي تخرجوا بنفس النتيجه. شنو هي جالسه كنشرح على نيتي وديروا هادي وفعلوا هادي وفي التالي جيت لقيت حتى حاجه ما مصوره، دايره بوز الفيديو بقى بوز نسيت ما خدمتوش. ايوا لا اله الا الله. شنو درنا في الشوميز الكبيره البنات؟ لصقنا الكتاف. بسم الله، غنلصقوا الكتاف. غادي نحدد المنتصف وغادي نكراني. غادي نجي لهاد البلاصه غادي نحسب سنتيم، نفس السنتيم اللي حيت في الباندا ديال الازرار. هاي البنات ناخذ الكول، ناخذ الجهه الاولى غادي نطوي سنتيم وغادي نحط القطعتين بجوج. غادي نبدا الخياطه. الخياطه ما غاديش نبداها من البدايه ديال هاد القطعه اللي عندي لتحت، غادي نبدا من هنا، من هنا غادي نبدا. غادي نقطع هاد القنيتات وغادي نكراني هاد الجهه كامله.
صافي. هنايا من بعد ما قاديت هاد الجوانب غادي ندوز الخياطه، سواء الا بغيتو دوزو الخياطه من دابا الا بغيتو تخليو حتى من بعد. انا غادي ندوز دابا الخياطه على الحاشيه، غادي ندوب الكول على 2 وغادي نحدد المنتصف. بهذه الطريقه هذه صافي. ناخذ هذا المنتصف هذا غادي نحطو في المنتصف ديال الكول بهذه الطريقه، وغادي نحط فنيته، ناخذ الكول. عندي هاد الكرانه هذه، عندي هاد الكرانه هذه كندوبل هذه على هاد الشكل، كنوفيها. علاش انا كندير هاد الكرانه؟ باش نعزل الباندا على القياس ديال الكول. بغيت نجيبها وافيه ووفيوها، بغيتو تخليوها على الراس اولا على الكرانه خليوها على الكرانه. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ البدايه ديال الكول، ها هي هاد الجهه هادي، غادي نجيبها على الكرانه، ها هي كنحطها على الكرانه نيشان يعني بالضبط. وغادي ناخذ هاد الزياده هادي ديال الصدايف، غادي ندوب لها، وهاد السنتيم غادي نوفيه على هاد الكول. شفتوا ها هي الكرانه، حطيت البدايه ديال الكول على الكرانه، غادي ناخذ سنتيم كنحطو فوق الكول وكنبدا الخياطه من هنا. بعد ما وصلت للمنتصف نفس الشيء، غادي نجي للبدايه اولا النهايه ديال الكول، غادي نحطو على الكرانه. ها هي البلاصه ديال الكرانه، دابا غير مع السورجي جمعت ليا كلشي. ها هي البلاصه ديال الكرانه هكا. غادي ناخذ هاد الباندا غادي ندورها على الكول، غادي ندورها كذلك حتى على الكول، ونوفي سنتيم بهاد الطريقه هذه ونخيط. نقطع هاد القنيتات وغادي نقلب. شنو غادي ندير؟ غادي نكراني هاد الخياطات، الخياطه غادي ندفنها في هاد الباندا، وهاد الخياطات الثانيين غادي ندفنهم مع هاد الدوره ديال الكول هكا بهاد الطريقه. شفتوا هكا؟ غادي نبدا الخياطه من هنا. غادي نجي للدوره ديال الكول، الخياطات كاملين كندخلهم لداخل، وعلى الحاشيه غادي نخيط الجهه الثانيه. غادي نجي للمنتصف، غادي نحط عليه هذا المنتصف. شفتوا تيجيني قياس. صافي غادي نستمر نفس الشيء. هاد الجهه هذه غادي ناخذ هاد الزوائد هادو كنقطعوهم من النص، كيتدفن مع هاد الباندا هادي ديال الصدايف، والنص الاخر كنطلعوه للفوق باش نفينيو الخدمه ديالنا.
ها هي البنات، وكنكمل الخياطه ديالي. غادي نجيو للمرحله الثانيه. الصدايف غادي نقاد القياس ديالهم وغادي نخيط، وغادي نطلع مع الذره ديال الكول. كنخلي جهد نص سنتيم للتزيين فقط. راني مدوزه ديجا الخياطه هنايا، ولكن هذا ديال التزيين. وغادي نهبط مع الصدايف ولا البندر ديال الصدايف. ها هو الكول، ها الكول الاول. هاد الطريقه هي اللي استعملت في هاد الشوميز الكبيره. ها هو تيجي مفيني من القدام ومن الخلف، كيجيني على هاد الشكل. تيجيني الكول الاول على هاد الشكل البنات. هذه هي نفس الطريقه اللي خدمت بها الكول ديال هاد الشوميز هذه الكبيره. هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه ديال الخلف، صبروا البنات، راه غيجيكم الفيديو طويل، ولكن راه كما تنقول لكم راه دائما عامر بالافاده. غادي نخيط الكتاف جهه ثانيه، هذه هنا الكرانه ديال الباندا. غادي نطوي سنتيم ديال الحاشيه اولا جهه السرجي. ها هي البنات، ناخذ المنتصف ديال الكول اولا ديال العنق، نكراني اولا طراسي. طراسي يعني كنحدد. غادي نخليهم وناخذ الكول. بالنسبه لهذا ما غاديش نخيط الجهه الاولى، انما كلشي غادي تخيط دقه واحده. غادي نخيط الجوانب من البدايه، نبدا الخياطه. في هذه المرحله شنو غادي ندير؟ غادي نخيط كلشي دقه واحده. غنبدا الخياطه من هنا المرحله. غادي نجمع الجوانب بجوج بالخياطه. غادي يولي عندي قالب واحد. الموديل الاول فرقتهم بجوج، انما هذا غادي نخيط خياطه واحده. ندوبل الكول على 2، نحدد المنتصف. ها هو المنتصف. غادي نجيب هاد القطعه هذه، نحط الكول على الجهه الاماميه، يعني الوجه ديال الثوب. ناخذ البدايه ديال الكول مع هاد الكرانه، وغادي ناخذ الجهه ديال الصدايف. غادي نوفي سنتيم وغادي نحطها على الكول، على الراس ديال الكول، وغادي نجمع الخياطه كامله من البدايه. نرجع للجهه الثانيه. هكا يا البنات، بهذه الطريقه كلشي خدمناه دقه واحده صافي. في هذه المرحله شنو غادي ندير؟
كنتاكد ان الخياطه جمع لي كلشي وما كاينش سورجي، يعني ما باينليش سورجي. غادي ناخذ الحاشيه اولا هاد السينته هادي ديال سنتيم راه كتباع بالماء ديالها كي داير. على هاد الخياطه هادي غادي نجيب الراس على هاد الخياطه بهاد الطريقه هادي، وغادي نخيط من البدايه، ما عنديش مشكل. هاد السينته هادي ما كنشد ليهاش المنتصف، انما كنحاول نشد لها فقط الحاشيه. شوفوا لي مزيان. بغيتو تجمعوا كلشي دقه وحده جمعوهم، بغيتو حتى تخيطوا الكول وتاكدوا انه صافي راه قاديتوا المسائل ديالكم، عاد ديك الساعه ركبوا السينته ماشي مشكل. هي البنات السينته غادي نقطع هاد الزوائد هادو ديال الخياطه، هاد الزوائد هادو غادي نقطعهم. هنا قدينا هاد القنيتات، شنو غادي ندير؟ غادي ندوبل هاد السينته ندخلها لداخل، غادي نقطع شويه توصلوهاش حتى للراس. هاد السينته غادي نولي نقلبها باش تغطي ليا هاد الخياطه هادي، وغادي ندوز غادي نخيط. غادي نرجع للبدايه، غادي نبدا الخياطه من التحت بالنسبه لهاد الباندا هادي ديال الصدايف. بغيت نعاود الخياطه الثانيه ديال هاد الصدايف كنعاودها في الحاشيه. نطلع سنتيم هانتوما يا البنات. انا باش نثبت هاد السينته هادي، شوفوا الخلف كيجي كلشي مفيني. ها هو الشكل الثاني يا البنات. البنات هادو هما جوج ديال الموديلات، كاين هاد الموديل هذا ديال السينته، وكاين هاد الموديل ديال منو فيه يعني الكول كنلصقوه على جوج ديال الجوانب، كيجي الفينيسيون على هادشي. الا جربتوهم قولوا لي شنو هي الطريقه السهله ما بين هاد الجوج، واش الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه؟ خليوها لي في لي كومونتير. ها هي شفتوا، هي الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى باش لصقت هاد الكول. دابا بقاو ليا الكمام. غادي نجيبوكم من بعد ما قادينه، نحدد المنتصف، الوجه على الوجه، نحدد المنتصف، فنيته 10 واحد الحراره يا البنات.
ما شاء الله. غادي نبدا دائما من البدايه، نحط الراس على الراس وكنخيط. صافي غادي نولي دابا نسالي الخياطه اللي عندي. البنات بالنسبه للمرحله ديال الصدايف، من بعد ما ركبت الكمام تيجيني الشكل ديالهم على هذا الشكل هذا. شفتوا الفينيسيون ديالهم من الداخل، كل شوميس حتى هو سالينا الخدمه ديالو. مازال هذا الشيء دابا مازال ما تصلح. الكم الثاني وصلنا دابا للمرحله ديال الصدايف. وسبق لي وسولتكم قلت لكم شنو الفرق ما بين الفتحه ديال الصدايف اللي كتكون عموديه والفتحه ديال الصدايف اللي كتكون افقيه، وشكون اللي احسن، واش الافقي ولا العمودي. بالنسبه للعمودي، الفتحات في العمودي شنو تيوقع لهم؟ فيهم واحد المشكل، الا ما زيرتيهمش يعني خص العبار ديال الفتحه يجي صغر من الصدفه. فاش كتبغيو تدخلوا الصدفه اللهم تدخلوها بصعوبه، ولا انها كتدخل لكم دغيا. الا كتدخل لكم دغيا عرفوا انه الشميز ديالكم دغيا كتحل، يعني غير ديري شي حركه هكا كتحل، بحكم انه الصدفه كتجي الفتحه ديالها على الطول، يعني كتجي على الطول، كيسهل على الفتحه انها تخرج من ديك على الصدفه، عفوا انها تخرج من ديك الفتحه. اما الا درتها افقيا ما يمكنش انها تحل، حيت اصلا داك الراس او لا كما تنقولوا القنت ديال الفتيحه كتحصر ليا دائما الصدفه، ما كتخليهاش تخرج نهائيا. اذا من الاحسن انكم ديروا الصديفات، الفتيحات ديال الصديفات ديروهم افقيا وما ديرهمش عموديا. كما قلت لكم تيبقى حسب الذوق ديالكم، ولكن تنقول لكم زعما شنو اللي احسن انكم ديروهم. هنايا غادي نقاد البلاصه ديال الصدايف، وغادي ناخذوا العبار باش نقادوا الفتيحات. اذا هنا راه تيجيوني قياس، شفتوا تيجيو قياس. اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد الجهه هادي، غادي نعبر من البدايه، هي من البدايه غادي نعبر 10 ديال السنتيم اولا 12 سنتيم. غادي ندير 12 سنتيم ما بين كل فتحه، ها هي 12 سنتيم على طول هاد البنده هادي ديال الصدايف. 12 سنتيم بالنسبه لهاد الصدايف متوسطين ماشي كبار. كنتو غديروا سروال، يعني في السروال خليو فتحه تكون عريضه ولا تكون كبيره باش يبان لكم السروال من التحت. وإلا كنتو غديروها قطعه واحده يعني تجي مستوره مسدوده، ديروا فقط 25 في الفتحه اولا حتى 30. صافي ها هي. غادي نحسب شحال بقى لي هنا ديال الفتحه. هاي بقات لي 23، بقات لي 23 في الفتحه ماشي مشكل. اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ديال الفتيحات. شفتوا ما بين كل فتحه وفتحه 12 سنتيم. ها هي البنات، انا درتهم في البلاصه ديال اليمين، الجهه ديال اليمين درت فيها الفتيحات، والبلاصه ديال اليسار هي اللي غادي نديرو فيها. باش كناخذ القياس ديال الصديفات باش تجيني مطابقه مع الفتحه ديالها، ما يجينيش الديكالاج، يعني ما تجينيش الديكالاج ديال الفتحه ديال البندات بجوج. فاش كنقاد هاد الفتيحات هادو راسيهم كنخيطهم بالماكينه. انا عندي ماكينه عاديه بيكوز عادي، ما عنديش ديال السورجي. كندوز الخياطه وكنرجع ندوز ونرجع.
نكحز واحد شويه ونعاود عاوتاني غادا جايه غادا جايه غادا جايه، وكنولي نضرب الجوانب باش نكون مستطيل، وكنقطع له المنتصف. فاش كنقطع له المنتصف كناخذ البريكه وكنحرق هذوك الزوائد ديال الخطوط اللي تيكونوا يعني خارجين، كنحرقهم باش نثبتهم مزيان. الا دعت الضروره كندير ديك الحبكه ديال الكروشي، كنديرها هكا في الجوانب حتى كنسدها كامله. واللي عندها الماكينه ديال الزيكزاك دير زيكزاك الاحسن، يعني انها دير زيكزاك. اللي ما عندهاش راه كتقدر داكشي اللي كاين. انا بحكم انه عندي ماكينه كبيره يعني كنضطر انني غادي ندير مستطيل وكنقطع المنتصف وكندوز هذا البريكه في الجوانب باش يتفينا ليا داك الخير. ما كندير هاد الافتتاحات، نعتبروا دابا راه دايره افتتاحات. كناخذ الربوعه بجوج، هانتوما هاد الباندات باندا على اختها، وكنثبتهم مزيان باش يجيوني مقادين. في هاد المرحله هادي غتحتاجوا في الارض اولا فوق شي طبله ديالكم ديال الصاله ولا فين كتفصلوا، كتقادوا لي هاد الباندات بجوج. هادي دابا راها مفتوحه، غتاخذوا ستيلو، في كل فتحه ديروا علامه، في كل فتحه ديروا علامه. فاش كتهزوا هاد الباندا هادي كيبانوا لكم الطراسات ديال هذاك ستيلو، يعني العلامات ديال ستيلو. في كل بلاصه ديال العلامه كديروا فيها صديفه، ديك الصديفه كتجي نيشان مع الفتحه. هذه هي الطريقه انا اللي كندير باش انني كنخدم الصديفات. وخليكم دابا مع الشكل النهائي ديال الشوميزه البنات. هو هذا من بعد ما كملتو خلاص كما قلت لكم هذا الثوب هذا واخا كنصلحو كيتكرش، يعني هذا راه المكرش. بالنسبه للكول كيجي على هذا الشكل، تيجي مفيني ما شاء الله. وراني طبقت معكم جوج موديلات ديال التلصاق ديال هذا الكول، كذلك هذه الباندا هذه ديال الكمام كتجي حتى هي مفينيه، شفتوا من الداخل كتجي مفينيه وحتى من على برا. الكم الثاني كذلك نفس الشيء، كتبقى هذه الفتحه حسب الاختيار ديالكم، ممكن ديروا 3 كما ممكن ديروا 2، يعني كيبقى هذا الشيء حسب الاختيار ديالكم. هنا راه مفيني وحتى الظهر ديالو مفيني. كيجيو صديفات حتى لتحت ما شاء الله. كلوش هي واسعه وفيها فتيحه في الامام وقطعه في الخلف. هذا هو الشكل ديالها. الى عجبكم خليوه ليا في لي كومونتير، واللي قادات بحالو تخليه ليا كذلك في لي كومونتير وتقول لي باللي راه نجح معها هذا الموديل هذا. وكما قلت لكم كذلك حتى الفرق ما بين هاد الفتيحات هذه ديال الصديف اللي تيكونوا افقيين وتيكونوا عموديين، عفوا افقيين وعموديين. فاش كنبغي نجر فاش يكونوا افقيين تنبغي نجر مستحيل ان الصدفه تحيد، اما فاش يكون تتكون الفتحه افقيه ساهل انه خصوصا المنطقه ديال الصدر ساهل انه مع الجبيد ديال الثوب مثلا اولا ديال شي بياسه ممكن انها تحل لكم الصدفه. اذا من الاحسن الفتحات ديال الازرار انكم ديروهم افقيين بحال هذا الموديل هادو اللي خدمت معكم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. سمحوا لي فيديو طويل ساعه ولكن على كلها عامره بالافاده. كنتمنى لكم فرجه ممتعه في انتظار الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.